استاذ محي اسماعيل، معاك حماده من قناه ايجيبتون. Buongiorno, buongiorno, come stai? Come stai? Bene, bene, molto, molto. حضرتك النهارده كنت منور المهرجان والله. طبعا. حلوه قوي البدله دي على حضرتك. ما حدش عارف، يمكن اقلعها. تحب تقول ايه للمشاهدين على قناه ايجيبتون؟ اللي هي ايه دي؟ دي قناه على اليوتيوب. مطلوب ايه مني؟ يعني تقول كلمه للمشاهدين. لا. ايه تاني؟ طيب ممكن اسال حضرتك كام سؤال كده؟ اوكي. بجانب المهرجان حضرتك بتعمل ايه تاني حاليا؟ حاليا بنام في الدولاب. ايه؟ بتنام في الدولاب؟ طبعا. يا سلام. امال؟ في الدولاب؟ جوه الدولاب. الله، امال حضرتك بتحط الهدوم فين؟ جوه النمليه. ليه طيب؟ يعني ليه بتعمل كده؟ الله، انت مالك؟ طيب ايه الاعمال اللي حضرتك بتقوم بيها حاليا؟ في الدولاب؟ يا دي الدولاب، انا قصدي في السينما، يعني الاعمال الفنيه. الحاجات دي كلها سهلة، بس المهم من الذي سيتحدث عنه؟ إن لم أجد آخرين يتحدثون عن قيمتي، فمن سأجد يتحدث خير مني عندما أكون جوه الدولاب. الله، ده ايه الدولاب اللي مش عارفين نطلع منه ده؟ يا استاذ محي، بعيدا عن الدولاب واللي حضرتك بتعمله فيه، ممكن حضرتك تقول لنا ازاي بتختار اعمالك؟ حسب المود. ايه ده؟ يعني ممكن حضرتك ترفض عمل لو مزاجك مش حلو؟ دي شخصيتي. الله، طب ما هو كده المنتجين هيطفشوا ومش هيرجعوا تاني. لا. كله لازم يرجع لمحي اسماعيل، القامة والقيمة. ليه؟ رائع وجميل وعنده القدرة باستمرار على العطاء. والله العظيم ده أنا. يا سلام. طبعا، ومكانتي العالمية لا تسمح لي بالتنازل إن أنا أقول كلام أكثر من هذا. اللي بعده. لو انا ممثل مبتدئ، ايه النصيحه اللي ممكن حضرتك تفيدني بيها في بدايه مشواري الفني؟ اتقالت عشان يحسوا إنك نجم كبير. الله، طب ولو قالوا عليا مغرور؟ اتقالت أكتر. حاضر. كلمه حضرتك تحب توجهها للشباب؟ الشباب لازم يمارس. يمارس ايه؟ يا نهار اسود، لا انا خلاص بقول يعني بلاش السؤال ده. بلاش. او النبي. هنقعد كده كتير مع بعض، هنقعد كل شويه نبص في الورقه ونسال. خلاص اسالني حضرتك وانا جاوب. انت عندك صرع؟ مين انا؟ لا. بس انا شايف عندك صرع. ايه ده بجد؟ امال؟ يا سلام. طبعا. بس انا ما عنديش. الله، انا طمي على الجوع. يعالجوا مين بس؟ طب بص حضرتك، سؤال اخير ونختم اللقاء. طيب. اوكي، ايه راي حضرتك في الاوضاع السياسيه في مصر؟ لا احنا مش عايزين نقعد بقى نقول الكلام ده، لا سيب لي برنامج وامشي. الله، ليه بس؟ احنا كده هنروح في 60 ده. لا مفيش داعي خالص، فيها جلاشه دي. يعني انا شويه مش عايز اتسيس في الحوار. واخد بالك؟ اوكي، نغير السؤال. ايه السؤال بقى؟ ايه الحكمه اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ بيقول لك الدنيا اذا اتت باض الحمام على الوتد، واذا ادبرت بال الحمار على الاسد. بال الحمار؟ يعني ايه؟ بال يعني شخ. لا بس كده، شكرا كفايه. يعني احنا سعدنا جدا باللقاء مع حضرتك النهارده هي انا تعبت واتضايقت والمقابله ما عجبتنيش. وشكرا.